يا صباح الفل. النهاردة ان شاء الله هنعمل 3 وصفات من اللحمة المفرومة هينجزوا معاكي طول الشهر، وتقدري ان انت تعمليهم وتركنيهم في قلب الفريزر عندك وتستخدميهم في كذا استخدام هقول لكم عليه واحنا مع بعض كده في قلب الفيديو. اول حاجة اهم حاجة ان انت تبقى عندك لحمة مفرومة. الكمية يا جماعة ملكوش دعوة بالكمية، دولت كانوا 2 كيلو لحمة مفرومة. ماشي، انا بجيبها وبعملها بالطرق ديت وبعد كده بركنها في الفريزر وباخد منها زي ما انا عايزة وقت ما انا عايزة. الصراحة بتوفر معايا مجهود ووقت، وبعدين لو حد دخل عليا في اي وقت في ثواني بطلع الطبق وبعمل جنبه اي حاجة وبينجز معايا. فانتي الكمية مش شرط، انتي ممكن تجيبي كيلو وتوظفيه على 3 انواع الكفتة اللي احنا هنعملهم النهاردة. تمام. هي ديت عندي اللحمه، مثلا هتجيبي كيلو كفته، كيلو لحمه مفرومه، خليه لا اما اللحمه تبقى ملبسه شويه اللي هيفرمها لك، او لو لحمه حمراء حطي عليها 200 جرام دهن من عند الراجل بتاع اللحم. ايا كان بقى نوع الدهن، يعني عايز تحطي ليا حطي، عايز تحطي لحمه ملبسه حطي، عايز كده يعني. المهم لازم يبقى في الكفته نسبه من الدهون. تمام. دي كده اللحمه المفرومه اللي عندنا، وزي ما قلت لكم ملكوش دعوه بالكميه. الكميه ممكن لو نص كيلو تعملي منه 3 اطباق صغيرين على قدك، لو انت لسه عروسه وعريس ولسه صغيرين، او عندكم بيبي حتى واحد، ممكن تعملوا من النص كيلو 3 اطباق من نفس الاصناف اللي انا هوريها لك النهارده. خلاص، فدي كده اللحمه المفرومه. وزي ما قلت لكم لازم يبقى في نسبه بسيطه من الدهن على اللحمه. هنا عندي بصل وفلفل حامي وتوم. وطبعا الفلفل ممكن تقللي عن كده، ممكن تستبدليه بفلفل رومي، انتي برضو حرة. تمام. وعندي حوالي نص معلقة توم، عشان دول 2 كيلو لحمة، لو انتي عاملة كيلو يبقى ربع معلقة توم. والبصل عندي لكل كيلو لحمة بصلتين وسط. تمام كده. التوابل اللي انا هستخدمها في الكفتة ما بحبش ازود التوابل قوي علشان طعم اللحمة ما يروحش في حتة تانية. ففلفل اسود وجنزبيل وشويه قرفه صغيرين قوي والملح، ما تحطيش حاجه تاني. يبقى فلفل اسود وجنزبيل وذره قرفه وحبه ملح. وعندي مكعبين ماجي لان انا مش هجيب تتبيله الكفته النهارده، انا هعملها بتتبيله عندي في البيت. وعندي بيكنج باودر ودوت برغل ونشا. خلاص، يلا بقى نبدأ الطريقة بتاعتنا ونشوف هنعمل ال3 طرق للكفتة دول ازاي. بجد بجد ال3 طعمهم حلو جدا، هينجزوا معاكي في الوقت. هيبقى عندك بالظبط كده هوت عارفة، هيبقى بيتك مستور. لو اي حد دخل عليك هيبقى عندك الاكل اللي في الثانية تعمليه، ويبقى السفرة ما شاء الله كلها اكله زي الفل. فاول حاجة هنفضي اللحمة بتاعتنا. يا سلام لو اللحمة بتاعتك من عند حد كده مضمون ولحمة حلوة كده وطعمها حلو. ايوه، انا بوريكم ان هي فيها نسبة دهن، انا جايباها تقريبا ملبسة شوية. هحط عليها التوابل اللي هي فلفل اسود معلقة كبيرة، وعليها جنزبيل، وعليها قرفة بسيطة قوي، وعليها شوية ملح صغيرين عشان انا هحط مكعبين ماجي. وما تنسوش ان الماجي برضو بيبقى حقيقي، يعني بيبقى فيه ملح. دوت كيس بيكنج باودر كامل، لو انت هتعملي كيلو حطي نص الكيس. وبعد كده هو تحط مكعبين الماجي لو برضو عامله كيلو حطي مكعب واحد. وطبعا حاولي ان انت تفركيه كويس علشان او جيبيها ماجي فوريه. الطريقه دي يا جماعه حلوه قوي وهتنجز معاكم، يا ريت تعتمدوها وتعملوها للكفتات بتاعتكم وتعينوها في قلب الفريزر. والله بجد بجد مش هتندموا من الطريقه دي، بالعكس ده تنجز معاكم جدا. والتلات بصي، مع اننا عاملينهم كلهم في قلب طبق واحد، بس هتعملي التلات انواع كفته، كل نوع بطعم مختلف عن النوع التاني. والتلاتة احلى من بعض، والتلاتة كل نوع بشكل معين. هي زي ما قلت لكم افركوا الماجي كويس عشان لما تعجنيه في قلب اللحمه ما يبقاش فيه تكتلات خالص. اهو كده. وبعد كده بقى الخضار بتاعي اللي انا قلت عليه كله دوت هيتفرم فرمه حلوه كده في قلب الكبه، وبعدين هحطه على اللحمه. اهو ده كده كله هروح افرمه في قلب الكبه اهو. فرمته وحطيته على اللحم. خلاص.
بعد كده اللي هحطه بعد البصل والفلفل والثوم دوت نشا. النشا بيعمل تماسك للكفتة وبيخليها طعمها حلو، والملمس بتاعها كمان بيبقى حلو. انا حطيت هنا اهوت 3 معالق من النشا. تمام. وبعدين هحط عليهم البرغل بتاعي. طبعا البرغل منقياه، انا ما بغسلوش يا جماعه، اللي عاوز يغسله يغسله بس يحاول يصفيه كويس. انا بحطه كده بيشرب كل الميه اللي في البصل. بدل ما اصفي البصل وارجع احطه على اللحمه، لا انا ما بصفيش بصل. بحط البصل زي ما هو كده اهوت، والبرغل والنشا بيشربوا كل السوائل اللي في قلب اللحمه وفي قلب البصل وفي قلب الفلفل، واي سوائل موجوده عندي في قلب الكفته النشا والبرغل بيشربوها. اعجني اللحمه بتاعتك. على فكره ممكن لحمه تحتاج معلقه برغل كمان، وممكن لحمه لا، فانتي هتعجنيها كويس جدا بايديكي. انا بوريكم اللحمه شكل الانسجه قبل ما اعجنها بايديا وبعد ما اعجنها، عشان انا هفضل اعجن فيها، اتعامل معاها اكنها حته عجينه. هفضل اعجن فيها لغايه لما اللحمه تخش في بعضها كده وتعمل نسيج. بصوا، في حاجات كده بتبقى خارجه معاكي كده من اللحمه زي فتل رفيعه دي كده، اللحمه دخلت في بعضها وعملت زي نسيج، يعني الانسجه بتاعتها مسكت في بعضها كده كده. تبقى الكفته تمام ومش محتاجه عجن اكتر من كده. وكمان الطريقه ديت للناس اللي مش هيحطوا اللحمه في الكبه. انا كنت ممكن رجعتها في الكبه تاني، بس الكلام دوت للي مش هي ايه، مش هيعمل. هنا بقى بعصايه، بعصايه بمعلقه خشب بالمسن، زي ما انا ده مسن بتاعي انا بغسله وبروح عامله بيه. ماشي. انا بحبه لان هو بيبقى تخين شويه، فبيعمل فراغ للكفته من جوه، فببقى متاكده ان الكفته استوت من جوه ومن بره، وما بتاخدش معايا كمان وقت في السوا، وبتبقى مفرغه كده وبتبقى ايه هشه، غير الكفته اللي بتبقى كلها مكتومه في بعضها كده. هنا بوريكم دي هتبقى اول نوع كفته هنعمله. دي تنفع للشوي، تنفع تحطيها بقى في صينيه على النار مع معلقه سمنه صغيره قوي قوي قوي، وبعد كده تدخليها تحت الشوايه تاخد لون. مش تقدري تعملي معاها بطاطس محمره وسلطه، تقدري تعملي معاها مكرونه، تقدري تعملي معاها رز مبهر، تقدري تعملي معاها رز اصفر بالكاري، تعملي جنبها شويه مكرونه بالوايت صوص. يعني تقدري ان انت تعمليها جنب حاجات كتيره جدا. وممكن تعملي لها فحمه بعد ما تسويها وتحطيها عليها، تبقى كأنها مشويه، وممكن تشويها على فوق على الفحم. يعني تقدري تعملي منها كذا صنف. خلاص، انا بوريكم ان احنا بنصبع الكفته على السيخ. دي الطريقه دي اسمها بتسمغي الكفته. وايه، وده كده الشكل بتاعها. انا بحط بقى يا جماعه بين كل طبقه وطبقه كيس من اكياس التلاجة، عشان مش دايما بستخدم كل الطبق، يعني ممكن استخدم دور واحد في الطبق، فيبقى سهل عليا ان انا اخد الدور وارجع الايه الكفته تاني الفريزر. او لو مش عايزه تعملي كده هوت، اعمليهم في اطباق صغيره. ماشي، مش لازم الطبق الكبير الفويل الكبير ده. انا بحب ان انا الطبق بيبقى فوق بعضهم، بيبقوا مش واخدين مكان، بيبقوا على جنب. فانا بعمل كده في قلب الطبق. احتاجتي تاخدي الطبق كله خديه، احتاجتي ان انت تاخدي دور واحد منه، هتروحي عامله البلاستيكه كده بايديكي رافعاها، هيروح كل الدور الفوقاني طالع معاكي، وتاخديه وترجعي التاني قبل ما يفك الفريزر. خلاص، انا بوريكم ان انا ايه حاطه بين الدور والدور كيس بلاستيك. ده اول نوع يا جماعه معانا من الكفته. النوع ده طعمه حلو جدا، هتستخدميه وتعمليه هتعرفي ان هو تحفه. عملت منه طبقين، دورين، كل طبق دورين، بألف هنا وشفا يا رب للي كان منهم. ودوت الدور التاني، ودوت النوع التاني من الكفته. هي عجينه الكفته اللي انا عاملاها، هضيف عليها كميه شبت محترمه، وعليهم شويه بقدونس صغيرين. الشبت اكتر من البقدونس. الشبت يا جماعه بيدي ريحه تحفه للكفته.
لما بتبقي حاطه الكفته في الصينيه وحطها على النار البيت كله ريحته بتتقلب. اعتمدي الشبت في الكفته، لما تكوني عايزه كفته بخضره حطي شبت، ما تحطيش بقدونس. هتحطي بقدونس حطي حبه صغيرين زي ما انا حطيت في الاخر، لكن حطي حزمه الشبت بحالها. عيني العيدان التخينه اللي فوق، وقطعي الشبت رفيع قوي وضيفيه بقى للكفته. بيودي الكفته في حته تانية. هتلاقي دي طعم، واللي احنا عاملينها الاولانيه طعم، اكن دي معموله لوحدها ودي معموله لوحدها. وهنعملها كور بقى. دي انا بحب اعملها. خلاص كده خلصنا من اللي هي الكور، هوريها لكم في الاخر، بس انا حبيت ما اطولش عليكم الفيديو. دي بقى اللي هي عامله زي البفتيك بتاع اللحمه، البفتيك الكداب. بقى بصوا عندي حته صغيره خالص اهي في الاخر، حطيت عليها شويه بقسماط صغيرين وبضايه كده. ده تالت طعم للكفته، وبرده هتبقي اكنك عامله الكفته لوحدها بعيد عن كل اللي انت عملتيه في الاول. هنا هعجن البضايه بشويه البقسماط وهضيف عليهم حته اللحمه اللي انا فضلت معايا يعني. يا جماعه سامحوني والنبي على لا اله الا الله، سامحوني على صوت العربيات بالله عليكم. اعجنها بقى كويس، اخلي البضايه والبقسماط يدخلوا في كل اللحمه، وبعد كده هتبططيها على شكل البفتيك. بصي هتلمي كل اللي في الطبق بقى خلاص اهي كده. هتبططيها بقى كده على قد ما تقدري على شكل البفتيك، يعني ما تحاوليش تسوي فيها قوي يعني، فاهمه؟ والسمك بتاعها يكون ايه يعني كويس، ولا هو رقيق قوي ولا هو تخين قوي. واعرفي ان انت لما تحطيها على النار دي طبعا هتتحمر يا جماعه في شويه زيت صغيرين، ما يبقاش الزيت مغطي الكفته، يعني الزيت يبقى تحت الكفته ما يبقاش مغطيها، عشان ايه ما تفكش من بعضها. دي هتتبطل زي ما قلت لكم على شكل البفتيك، وبعد كده هوريكم هتبقى عامله ازاي. كل واحده فيهم مع انهم كلهم معجونين في قلب طبق واحد ولحمه واحده وتوابل واحده، لكن كل نوع من التلاتة مديكي طعم مختلف عن التاني نهائي. كل ما تعملي واحده في نوع فيهم، كل ما تعملي نوع فيهم هتلاقي ان ده غير ده غير ده. هبدأ بقى، ده طبعا كمية صغيرة فانا حطيتها في الطبق الصغير ده. بصوا بقى الشكل، دي المدورة اللي بالشبت والبقدونس، وديت اللي هي بالبرغل برضو عملت منهم. بصوا الكمية 2 كيلو لحمة عملوا لي 3 اطباق كبار، وعملوا الطبق الصغير دول. انا عايزة اقول لكم ان كل طبق من دول تقريبا 800 وشوية ماشي. والطبق الصغير دوت بقى اللي هي محطوط لها بقسماط وبيض. بصوا الشكل بتاعها عمل ازاي، عمل 5 وحدات وحلوين على فكرة. انا عملتهم قبل يعني مع ولادي مع مكرونة وكده وكفوا على فكرة، لان الواحدة حلوة يعني، اللي خد واحدة خلاص ما حبش ان هو ياخد اكتر من كده. بصوا ده الشكل النهائي بتاعها، بجد بجد بتملي بيتك خير. يا رب تكون طريقة عجبتكم وتنفذوها، وان شاء الله توفر عليكم مجهود وقت كبير جدا. ومع الف سلامة، وقابلكم في فيديو جديد يا حبايبي.